ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي كده واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللفت بقى بتاع رمضان، كل سنة وانتم طيبين. نخلل بقى شوية لفت كده عشان رمضان. زي ما انتم شايفين كده دول عاملين حوالي 5 كيلو. تمام. طبعا بقى قبل ما نقرطهم طبعا عند البياع، لاني طبعا ما بيتباعوش بالطريقة دي، ده كان العرش بتاعهم طويل بس انا اللي قرطاهم. طبعا بقى انا بقالي كتير غايبة عنكم لاني تعبانة شوية. طبعا كمني كنت بقالي يومين جايباهم وراكناهم في قلب الطبق، فالحتة اللي انا هقرطها دي بايظة. بصوا زي ما انتم شايفين كده كانت بايظة خالص. طبعا بقى انا هعمل لكم طريقة جميلة قوي تخلي اللفت معاكي من اول واحدة لاخر واحدة مقرمشة وجميلة جدا. تمام. هو بيستوي وبيطيب بسرعة بصراحة، جميل جدا. انا كده بنضفه الاول على الناشف. الاول خالص بنضفه على الناشف. كنت الاول خالص كنت افضل انضفه وانا ايدي في الميه وافضل اشيل الترن ده بايدي في الميه واسقع والكلام ده كله، فما بقتش اعمل كده. بقيت اعمل زي ما انتم شايفين كده. الخطوات دي حلوه قوي. كنت الاول انضف الحاجات دي في الميه، لا دلوقتي بنقعه بقى بعد ما بخرطه وبعمله بنضفه بظبطه. لولا انقعه بقى في قلب الميه. تمام. طبعا احنا بنحب العروق، اللي ما بيحبش العروق يقدر يستغنى عنها. انا كده نضفته زي ما انتم شايفين. هنا بقى هنحط بقى ايه العروق. بصوا بقطعها بالطريقه دي، مش بحبها صغيره قوي عشان بس تبان، يعني عشان تبان بس في الميه. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو تغيير بدل المخللات اللي هي يبقى يعني هينفع في السحور وفي الفطار. وعلى فكره انا بزهق منه بروح جايبه من اللي هو الجاهز اللي بره. اللي جاهز بره عندنا في هايبر بيتباع الكيلو ب10 جنيه مشكل، حلو برضو والله مش وحش. بس اهو تغيير برضو، يعني يبقى ده عندك وده عندك عادي، يعني تغيير. اه بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا نضفته كله. طبعا بقى ايه، عندي القطاعة دي ليها على شكل مشرشر، بس على شكل مشرشر اهو زي ما انتوا شايفين. اه بصوا تخلي شكلها حلو قوي. خليته مكعبات صغيرة كده، مش صغيرة هي كبيرة. تمام. وخليها كده تخينة، السمك بتاعها تخين عشان يستحمل التخليل. ما ترفعيش قوي. احمد بيوريكم اهو. بصراحة جميلة قوي السكينة دي، حقيقي حلوة وممتازة وحامية، جميلة جدا بجد. طبعا ده هيتنقع يا جماعة لفترة، وهغيره من مية لمية، يعني ما يغرقوش ان هو وسخ دلوقتي. اهو بصوا كده. برضو انا هنقله في الطبق التاني كده. أنا نقعته حبة، نزل الطين بتاعه. اي حاجة زي دي، وردة زي دي، انا بفتحها عشان بيبقى فيه طين شوية كده. بقولكوا بصوا بنقل بقى في المية التانية النضيفة. كل سنة وانتم طيبين، يقعد عليكم رمضان بخير، ويا رب ما يخش على حد بحاجة وحشة ابدا. يبقى كل الناس فرحانة كده ومبسوطة ان شاء الله. ربنا يعديها على خير من كل حاجة بإذن الله ان شاء الله. طبعا بقى لو حد عنده ملح خشن يكون افضل، بس هو ده الملح المتوفر عندي. دي رنا بتقلبه بس معرفتش. ده معلقة السكر بقى اللي بقولك هتفضل مقرمشة معاكي من اول واحدة لاخر واحدة. بحب بقى انا احط البنجر فيه كتير. اخر دلوقتي ما شاء الله شكله ولونه احمر دلوقتي. احط 2 في الاول كده قبل ما احط اللفت. اهو كده بقى دي المية بقت زي الفل اهو.
بصوا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص احط بقى ايه اخر واحدة في الوش، وهنزل كده بالمعلقة عشان كله يتشرب زي ما انتوا شايفين كده. هنحط كيس عشان يبقى محكوم كده. وطبعا بقى لو الفيديو عجبكم عملنا لايك واشتراك في القناة، ولو اول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة ودوسي على علامة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله.